السلام عليكم. قليل وين توافق القيمة الغذائية مع البنة، وهذا هو حل البروكولي. إذا حبيتي تحضريه جيبي 3 حبات بطاطا، قشريهم وقطعيهم وحطيهم يغليو في الماء 75%. زيدي جيبي حبة تاع بروكولي، نقيها وغسليها وقصيها طرف صغيرين، زيدي ملحي وحطي يغلي مدة 10 دقائق. جيبي الدجاج تاعك، حطي عليه الزيت، الملح، الثوم، فلفل الكحل وقليل من الماء وحطيه يتقلى. هنا البروكولي تاعنا كان طاب 10 دقائق، نزوه من الماء نتاعو سخون ونحطوه في ماء بارد مقلاصي باش يحافظ على اللون الاخضر نتاعو والشكل تاعو يكون باهي. هنا الدجاج تاعنا كان تقلى، نمرقوه حتى يتغطى، نسكروا عليه الكوكوطة ونحطوه يطيب. البطاطا بعد ما طابت 75% نحطوها تقطر، نتبقى فيها حتى قطرة تاع ماء، نحطوها في المول، نزيدو عليها البروكولي تاعنا، ومن بعد نزيدو الدجاج اللي كان طابلنا تماما. نحطو الطرف تاع الدجاج تاعنا ونروحو نحضرو صوص بيشاميل اللي درت فيها 2 مغارف تاع زبده و2 مغارف نتاع فرينه، حركتهم مليح، ومن بعد زدت عليهم نصف لتر تاع حليب، ملح، فلفل الكحل، جوز الطيب اللي حب. هنايا كي طابت واختارت حطيت عليها شويه فرماج اللي يكون سائل ولا اللي عندك، وزدت لاصوص هذيك اللي بقات لي من الدجاج باش تزيد في البنان تاع البروكولي تاعنا. حركتهم مليح وضفتهم على الخليط تاعنا بهذه الطريقة. من بعد حطيته في فرن مسخن 180 درجة مدة نصف ساعة، والشكل تاعو النهائي كان هذا هو. كانت معكم هنا دولتشي اي سالاتو. لا تنسوني من دعمكم أو من نقدكم البناء. شكرا. السلام عليكم. قليل وين توافق القيمة الغذائية مع البنة، وهذا هو حل البروكولي. إذا حبيتي تحضريه جيبي 3 حبات بطاطا، قشريهم وقطعيهم وحطيهم يغليو في الماء 75%. زيدي جيبي حبة تاع بروكولي، نقيها وغسليها وقصيها طرف صغيرين، زيدي ملحي وحطي يغلي مدة 10 دقائق. جيبي الدجاج تاعك، حطي عليه الزيت، الملح،